السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما ندخل في الموضوع ديال المؤثرين والجامعة وشكون اللي غلط وشكون اللي على صح، وندخل في المسألة ديال المنتخب المغربي، بغيت نقول واحد الحاجة وضروري خصني نقولها، وأصلا داخلة في موضوعي اليوم ديال المؤثرين. فين ما كنبدا شي لايف كنبغي ندير شي حوار، كيجيو شي وحدين كيديروا مثلا شي جوج ولا ثلاثة كيديروا لايكات وكيمشيو. الإخوان كاين الصوت، المسلمين واش كاين الصوت، المغاربه واش كاين الصوت، كيديروا اللايك ويمشيو. جابكم الله انا جالس باب الجامعه خوتي، كتجي تعطيني ديك الدرهم وتمشي بحالك؟ ما جالسش باب الجامعه، راه جاي باغي ندير موضوع صاحبي، بغيتك تصنت لي، راه على ودك انت كجمهور مغربي، راه كيهمني الراي ديالك، كيهمني كلشي، بغيت نسمع رايك، بغيتك تسمع رايي. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ديروا اللايك ولا ما ديروش، طفيت داك اللايف كاع تعصبت وجيت وقلت داكشي اللي باغي نديرو في لايف، في فيديو على قد الحال. اسمع باش تعرفوا، غنعطيكم اكبر دليل بان المغاربه كيتفاعلوا مع اللي كيضحك عليهم، مع الاغبياء، كيتفاعلوش مع بنادم اللي كيبغي لهم الصح ويبغي يقول لهم ها الصحيح وها الغلط. المغاربه كيتفاعلوا مع اللي كيستحمرهم، المغاربه كيستعمل مع كيتعامل وكيتبع هادوك اللي كيضحكوا عليهم. انا نعطيك دليل، اسمع. المهم هاد السيد هذا كاملين كتعرفوا الكونتوني ديالو هو التحليل ديال كرة القدم، وبيان بريسيزامون التحليل ديال مباريات المنتخب الوطني، وكيهضر على المنتخب الوطني. بغيت نسولو واحد السؤال على الجامعة الملكية المغربية، واش هاد السيد هذا ما يستاهلش هو يكون انفيتي في الافتتاح ديال مركب جديد؟ ما فهمتش كيفاش غنعرضوا على البراني نجيبوه من لبنان وما عرفت منين ومن السعوديه والكويت وما عرفت شنو، ولاد البلاد ما كنعطيوهمش قيمه، ما علينا بان هذا تا هو الكونتوني ديالو ديال الكره، وكيحلل في الكره وكيدوي في الكره وكيموت على المنتخب الوطني وكيموت على هاد البلاد. هذا ما يستاهلش انفيتاسيون. وجهة نظر، تساؤل بسيط جدا، ونتمنىكم تنتوما تعطيونا الرأي ديالكم. ولا حنا ديما خصنا نبقاو نجيبو البراني ونلحسوا للبراني ونفكروا في البراني، ولاد البلاد اللي يموتوا. لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله من امثالك، لا حول ولا قوه الا بالله من الجمهور اللي تابعكم ومصدقكم وغادي وديا العاطفه. قلتي بان غنبقاو ديما نلحسوا للبراني، انا بعدا اعوذ بالله ما قلت انا واللي انت قلتي بغيتي الراي ديالنا. انا ضد المساله ديال الحس للبراني، ولكن في هذه المساله واش محمد الحجيوي يستحق انه يكون في هذه البلاصه اللي بغيتوه يكون فيها؟ لا ما يستحقش. مغربي وكنحترمو بزاف للاشاره وكيعجبني ونمبر وان بالنسبه ليا في التحليل ديالو اقسم بالله، ولكن واش يستحق يكون في هذه المكانه؟ لا. علاش نور الدين ما يستحقش؟ خاصنا نجيبو الاجانب. علاش بعدا باش نفهموا واحد القضيه، علاش جبنا هاد الاجانب؟ علاش هاد المؤثرين سواء مغاربه سواء ماشي مغاربه، علاش جبناهم باش نعطيو لخارج المغرب الصوره ديال الملاعب المغربيه، والصوره ديال البنيه التحتيه، والصوره ديال المواصلات، ربط المواصلات بين المدن، والصوره ديال الاطباق والطبخ المغربي، والصوره ديال الفنادق المغربيه، والصوره ديال اي حاجه فيها لمسه مغربيه حتى من الشعب المغربي والاخلاق ديالو. اذا واش مثلا غيجيبوني انا كمغربي باش نقول لهم اجيو للمغاربه المغاربه حيت الجمهور ديالي مغربي، الجمهور ديال محمد الحجيوي مغاربه مهتمين بالشأن ديال كرة القدم، ولكن علاش تم اختيار بعض المغاربه وهما تا هما مهتمين بالشأن ديال كرة القدم؟ هذوك محمد الحجيوي كيدير التحليل في الدار وكيمشي للاستوديوهات وعنده كونطرات باش تكون في علم هاد الاغبياء، عنده كونطرات مع قنوات بحال ميدي بحال عنده كونطرات يسمح في الكونطرا ديالو الخدمه ديالو يمشيو في هذا الوقت محتاجها
داك الاذاعه دايره مع كونطرا. واخا العارفين الاختيار علاش المغاربه الاخرين حيت عندهم واحد القاعده جماهيريه وعندهم واحد المعرفه بالمؤثرين. ملي كتجي كتشوف صابر الشاوني مشى لقطر، صابر الشاوني مشى لميريكان، صابر الشاوني مشى للالعاب الاولمبيه، صابر الشاوني كيتنقل كيخرج برا من المغرب مشى لكوت ديفوار كيتنقل مع المنتخب. فهمتيني؟ يعني فاش كيتنقل مع المنتخب ولا معروف دوليا كيتبعه، ولكن بحكم ما عندوش الانجليزيه والعربيه والفرنسي عطاوه الاختصاص اللي على حسب ديال التواصل، حيت هو اللي تكلف وجاب المؤثرين اللي هو بينه وبينهم كونتاكت اللي هما من المشارقه والخليجيين. علاش بيني وبينك وكاين وحدين اخرين عندهم الانجليزيه وعندهم فرنسي عطاوهم اللي يجيبوا الناس الناطقين بالانجليزيه ولا الفرنسيه، وتا هما كيسافروا تا هما كيتنقلوا من بلاصه لبلاصه. وكاينين مؤثرين كبار وكاين الناس اللي يستحقوا كبر بحال فيصل فلوق وما تعطاتلوش. علاش ما تعطاتلوش؟ علاش لا نجيو نحتجوا على فيصل فلوق، نحتجوا على بزاف اللي الملايين د المشاهدات عندهم، ملايين د المتابعين عندهم. علاش بيني وبينك حنا الجمهور المغربي ديما كيمشي غلط؟ علاش كتبعوا هاد الاشخاص اللي لا فرق بينهم وبين الكراغله؟ انا هذا اللي سمعته في الصوت، انا بالنسبه ليا ممكن تلقى شي كرغولي واعي على هذا. كيفاش عباد الله اش دخل هذه في الحيس البراني؟ اصاحبي جبنا المؤثرين باش ينقلوا لنا الصوره ديال المغرب، فين وصل المغرب في البنيه التحتيه، الملاعب المغربيه، الطبخ المغربي، الفنادق المغربيه، المواصلات، ربط المدن بالمواصلات. واش كاين باش الناس خصنا تعرف وتجي مرتاحه للمغرب بان راه كاين اوطيلات زوينين، كاين مواصلات ما بين المدن، ما تلقاش المشكل. اجيو يعني ملي غنجيب واحد لبناني غنستقطب اللبنانيين، ملي غنجيب واحد سعودي غنستقطب السعوديين، ملي غنجيب واحد انجليزي غنستقطب الانجليزيين. كل واحد جا كيستقطب لي الناس ديالو. محمد الحجيبي ولا انا كمغربي ولا اي مغربي شنو غيستقطبوا هاد الناس؟ والمغاربه اللي كتشوفوهم في الصوره اللي كاينين مؤثرين كاينين هادوك بحكم ان المعرفه ديالهم بالمؤثرين في دول فكلفوهم بانهم يجيبوا المؤثرين. الا نشروا شي فيديوهات راه غير نشروا صافي على حساب الكونت ديالهم، حيت المهمه ديالهم ماشي هي النشر، المهمه ديالهم راه هي انهم يجيبوا لنا المؤثرين ومخلصين. انا ما تخليش في دماغي بعض العقول والغريب في الامر بحال هذا اللي وريتكم في التيك توك عنده 36,000 في اقل من 24 ساعه 36,000 ديال المشاهده. انا هذا الفيديو الجد باباه غادي نديرو باش انني نشرح للمغاربه باش ما يبقاش يستحمرهم واحد اخر. ادوز 24 ساعه تلقى عندي 100 متابعه 100 مشاهده. علاش؟ حيت المغاربه عزيز عليهم اللي يضحك عليهم. المغاربه كيمشيو بالطريقه الغلط. المغاربه عزيز عليهم اللي يقيسهم واش بغيتو نبقاو نلعبوا لكم على العواطف كاملين، واش بغيتو نبقاو نضحكوا عليكم كاملين. حتى النور غير قولوها لي انا مزاوق، الله يرحم لكم الوالدين باش ما يبقاش التقليد على رقبتي، الله يجازيكم بخير. قولوها لي، قولوا لي ضحك علينا انور الدين، قولوا لي استحمرنا انور الدين، اقسم بالله وكتبتوها لي في تعليق. الا ما عاودتش اخر مره نعاود نجيب عليكم الغيره كجمهور مغربي ونحاول نخرج نوضح لكم الصحيح من الغلط، ونجي نبقى نخرج نضحك عليكم. اقسم بالله غير باش نحيد الاثم ونحيد الذنب ونلبي لكم هذا الطلب. من فوق اي حاجه كنقولها ونعاود نقولها، ما غلطه لا الجامعه لا القائمين على هذه المبادره ديال جلب المؤثرين لا حتى شي واحد، بالعكس كنأيدهم. والناس اللي عارفين راه عارفين بالله هذا الشيء هذا هو اللي صحيح، وعارفين بان بحال هذا مول هذا الفيديو اللي بزاف منه مجرد اغبياء باغيين يطلعوا الكونت ديالهم، ولكن لقاو الاغبياء بحالهم كيطلعوا لي كونت ديالهم. الجمهور الساريكول والجمهور ديال طالوني والجماهير هما اللي مطلعين المشاهده لهاد الناس. باش غادي نختم اخواني واخواتي، كنتمناو حظ موفق للمنتخب المغربي اللي غادي يلعب مع الثمانيه، والمنتخب المغربي اللي غادي يدشن الملعب اليوم. هي
كاين واحد المناسبه ديال التدشين، وكاين مناسبه ديال التدشين حيت المنتخب غيتدشن. اما ولي العهد البارح راه تدشن الملعب. فنتمناو ان شاء الله ان الجمهور، شنو هي التوقعات ديالكم بخصوص الجمهور؟ واش الملعب غادي، لان 68,000 داخل على 70,000 ديال المتفرجين، يعني الملعب كيهز تقريبا 70,000 68,000. واش كتظنوا بان هذا الملعب غيعمر اليوم؟ انا شخصيا كنتوقع بان راه ناس ولو العطله والجاليه رجعت، فكان كنقول بان الجاليه المغربيه كاين فيهم اللي غيرجع للمغرب يتفرج، وكاين اللي فيهم هنا راه غيتفرج، لان الناس كتعشق اسود الاطلس. فكنتمناو التوفيق المباراه اليوم للاسود، وتكون شي نتيجه زوينه واللي غادي تفرحنا. واليوم بغينا جوج فرحات، الفرحه الاولى ديال المنتخب المغربي بغيناه يربح، الفرحه الثانيه ديال اول ماتش في هذا الملعب هذا الجديد. تحياتي لكم، ديروا لايك، ما ديروش شغلكم، نتوما احرار. الا شفتوني انني قلت شي حاجه في هذا الفيديو ديروا لايك، شفتوني ما قلت والو ما ديروا والو.